هلا والله. أستاذ عثمان الكوح، هلا والله. بما إنك ناشط سياسي يعني معروف، ما رأيك في بعض التصريحات المتداولة في الآونة الأخيرة من قبل أحد المرشحين والتي تستهدف بها إلغاء مادة التربية الإسلامية من مناهج وزارة التربية بدولة الكويت؟ ما رأيك؟ حياك الله. أول شيء الدين الإسلامي أستاذ محمد مستهدف من العلمانيين والنبرانيين، وسوف نتصدى لهم على اقتراحاتهم. فما يجوز أن واحد يعني من المرشحين أو واحد من المواطنين يريد أن إلغاء المادة الإسلامية من المناهج. هذا ما يجوز. احنا في دولة إسلامية، يعني احنا بدل ما هو يقول يطالب يعني بزيادة المناهج الإسلامية بالنصوص الإسلامية لتوعية الطلبة، لأن احنا عيالنا لازم علم ديننا، وجيل بعد جيل لازم تعلم رجالك في الإسلام. احنا في دولة إسلامية. فهم من في اقتراحات من قبل أشخاص ثانيين بإلغاء كلية الشريعة. ما يصير. يعني احنا في دولة إسلامية تلغي كلية الشرعية بعد كلية الشريعة. هذه صارت دولة مو مسلمة، فما يجوز الكلام هذا. واحنا إن شاء الله يعني أي اقتراح راح نوقف قدامهم ونواجههم فيه يعني.